قبل ما نبدأ نتكلم عن علاج الحروق لازم نتكلم الأول على الوقاية من الحروق. زي ما احنا عارفين الوقاية خير من العلاج. بالنسبة للحروق الحرارية أهم حاجة بالنسبة لنا إن احنا نحاول نبعد الحلل السخنة والحاجات اللي احنا بنسخنها على البوتاجاز بعيدة عن متناول الأطفال، نبعدها عن المواقد، نبعدها عن أطراف الترابيزات. نحاول نخلي الطفل نفسه ما يحاولش يدخل المطبخ كتير. لو عرفنا ان احنا نحط حاجز او باب، خاصة الاطفال اللي في الاول في مراحل الزحف بيبقى الطفل عايز يمسك اي حاجة بايده. نبعد الولاعات، علب الكبريت، الحاجات اللي هي بتشكل خطورة عن متناول الاطفال. ما نحاولش ان احنا نحط حاجة سخنة على البوتاجاز فترة طويلة زي مثلا لبن او شاي. لازم يبقى فيه مراقبة من الاشخاص اللي موجودين في المنزل بحيث ان الاطفال ما يبقوش سهل ان هم يوصلوا للحاجات دي بسهولة. بالنسبة للحروق الكهربية، اي سلك عندنا عريان نحاول ان احنا نغطيه او نلفه. نشيل اي سلك مش محتاجين ان احنا نستخدمه في البيت او مش عايزينه دلوقتي. نبعد السلوك بقدر الامكان عن متناول الاطفال. بالنسبه للحروق الكيميائيه، لو بنستخدم اي احماض او قلويات لازم تتحفظ في بوتلز خاصه بيها، ما نحطهاش في اي ازازه سهله كده في متناول الاطفال، وتتحط في مناطق بعيده في المطبخ بحيث الطفل ما يقدرش يوصل ليها. لو عندك اي استفسارات في موضوع الحروق تابعنا وتواصل معنا على رسائل الصفحه.